برحب بحضراتكم. طبعا بنتمنى التوفيق للقائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب انه يحقق كل الاهداف اللي موضوع من اجلها، ان يبقى نسبة الزيارة كبيرة. احنا دايما بنتخطى نسبة 2 مليون زائر، وتبقى نسبة المبيعات كويسة والشعب المصري يعود للقراءة. ظاهرة غريبة عند الشعب المصري وهي انه بيحب الدراما، لكن لما بيجي مسلسل صعيدي بتلاقي الناس كلها تهتم وتقعد تتفرج عشان بيحبوا اللكنة الصعيدية، وكمان بيحبوا أخلاق وأصولية الصعيد المصري. لما بنسمع شعر عامي بنتبسط جدا، لكن لما بنسمع حد زي الأبنودي بيقول الشعر باللهجة الصعيدية بيبقى انبساطنا أكتر. ليه؟ معرفش، لكن استطاع واحد زي الشاعر عبد الرحمن الأبنودي انه يتوغل في صميم المجتمع المصري، ورغم انه من أبنود في صعيد مصر لكن تثقف بثقافة كبيرة جدا وقرا للمتنبي وابو العلاء المعري. استطاع كمان انه يعبر عن البسطاء، واستطاع انه يعبر عن احلامهم وامانيهم وتفاصيل حياتهم اليومية، ونقل لنا ده من خلال أشعاره. إذا كنا فقدنا الأبنودي، لكن احنا عندنا 100 أبنودي في صعيد مصر. عندنا النهاردة واحد منهم نتعرف عليه من خلال هذا التقرير. هو ابن بيئته الصعيدية الغنية بمواطن الجمال والإبداع، فللمكان خصوصية بمفرداته الثرية، وللكلمات خصوصيتها ووقعها الفريد، وللتراث الشعبي سحر تستلهمه قريحة الشعراء. ولد شاعرنا في إحدى قرى طهطا بمحافظة سوهاج، حصل على ليسانس الآداب والتربية من جامعة جنوب الوادي. كتب شعر العامية والفصحى والغنائي والحلمنتيشي، كتب الموال وفن الواو. اتسم بغزارة نتاجه الشعري، فصدر له أكثر من 20 ديوانا. من أشعاره: الضحك الصيني المستورد، شعاع جوه حيطان الضلمة، عيش وملح، جلا جلا، ضحكة فوق وش الضي، فنجان القهوة اللي بيضحك، أخرج شوية بكا، بكاء قصيدة، حبة مشاعر على الورق، قصائد برائحة النعناع، لما بتضحك لي عيونك، الدايرة اللي بشكل مربع، وهو من فن الواو. ارتبط بالعديد من الجهات الثقافية، فهو سكرتير لنادي الأدب بطهطا لمدة دورتين، محاضر مركزي بوزارة الثقافة، عضو رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، عضو اتحاد كتاب مصر. صدرت عن أعماله بعض الدراسات النقدية، كما حصل شاعرنا على العديد من الجوائز وشهادات التقدير عن أعماله الشعرية في كثير من المحافل الثقافية. ضيف هذه الحلقة من برنامج بالريشة والقلم الشاعر راضي الطهطاوي. اهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك معانا استاذ راضي، شرفتنا وانستنا، وتحياتنا لكل اهل صعيد مصر. اهلا وسهلا يا محمد بيه، وشكرا على هذا التقرير الجميل للقناه الثالثه اللي حضراتكم تكرمتوا واسعدتوني به. شكرا لسعادتك، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. برحب بحضرتك، وخليني ابدا بتاثير الصعيد دايما على الشعراء. ليه دايما بنلاقي يعني كبار الشعراء، كبار الرواه، ناس معظمهم من الصعيد؟ ليس غريب ابدا على البيئه التي تتمتع بالطبيعه والخضره والحضاره، ايضا النضاره والحضاره، لان التاريخ موجود في الصعيد. نهر النيل، الشمس المشرقه، في الليل دائما بيكون حالم، يعني في الصيف حضرتك احنا عندنا الليل له معنى اخر، في الشتاء الشمس لها معنى اخر، وكل المعاني جميله. فليس غريب ابدا على هذه البيئه الطيبه الطاهره ان تنجب كل ما هو جميل في كافه المجالات. بدأت الشعر امتى؟ يعني بداية الحقيقية ليك، وايه سبب انك انت اتجهت للشعر؟
هو انا ما اتجهتش للشعر، لان انا يعني ولدت وجدت عندي الموهبه. ففي مرحله مبكره من سني في 10 12 سنه كده تم اكتشاف ان ده التلميذ في المدرسه بيكتب شعر. شكرا لكل الساده المدرسين اللي هم القوا الضوء على هذه الظاهره. بدات تتنمى لدي من خلال القراءات، متابعاتي لجوانب. لا، قبل القراءات انت قلت ايه في الشعر خلى الناس خدت بالها ان في شاعر صغير في المدرسه؟ والله هو كان أكتر من موقف. أنا كنت أشارك في المناسبات في المدرسة، وكان موقف طريف. أحد السادة المدرسين رحمة الله عليه يعني كان يعني نهر صديق لي حاليا دكتور يعني، فأنا كتبت شعر ارتجالي وهو لقينا ضحكنا فحب يعاقبنا ودانا للمدير. كان مدير المدرسة في هذا الوقت دكتور رحمة الله عليه، كان اسمه أحمد نجم في مدرسة شطورة الثانوية. فقال له هو الطالب ده كاتب الشعر في اللحظة دي؟ قال له قال له لا، ده ما يتعاقبش خالص، ده حاجه عظيمه، ده تلحقوه، ده تجيبوه، ده تلحقوه. يعني فعلا قال لي بكره تجيب اللي كاتبه، وجبته الحاجات اللي انا كاتبها. حط ايده عليا كده في طابور المدرسه، وكنت لسه يعني في اولى ثانوي، وقال ان ده هذا الطالب شاعرنا وشاعر مدرستنا ويكرم وبتاع. وبدا لانه انبهر بان هذا الطالب في موقف معين يكتب. قيمه المعلم برضو لما يكتشف التلميذ يكتشف فيه حاجه كويسه فيعملوا نموذج للمدرسه كلها. قد ايه دي فرقت معاك؟ طبعا في حياتي في المرحله الاعداديه كان يقول لي انت شاعر وبتكتب كويس ومشروع شاعر في المستقبل. فده يعني كانت بدايات. الحمد لله. الحمد لله. طب نبتدي بقى نسمع حاجه كده من اشعارك. احب طبعا اكتر حاجه قريبه لقلبك يعني. نبدا بقصيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الاغنيه غناها الشاعر الكبير العالمي الأستاذ نبيل خليفة من تونس، وأنفق عليها يعني مبالغ كبيرة، وكانت بتتغنى وتذاع وانتجها وتذاع في تلفزيون تونس القنوات الرسمية يعني. فبتقول: يا رسول الله، يا رسول الله يا غالي، يا عظيم قدرك وعالي، بالصلاة دايما عليك قلبي يرتاح يصفى بالي. سيد الخلق المجمل بالسماحة ونور مبين، وصى بالأخلاق وكمل بالسلام والرحمة دين. الكريم مجد في فضلك، نهر كوثر زاد وفضلك، يا شفيع بالفضل فينا بالمديح نلقى المعالي. كل خير عم الوجود، القمر مزدان بنورك، كل حلم وكل جود نفس حج البيت وزورك. الجمال بالفيض تجلى، على الحياة والكون تحلى، زي فرحة يوم ميلادك شمس هلة بدور تلالي. الكريم رافع جنابك في الرسل والأنبياء، السعيد يمشي في ركابك يلقى نور الله ضياء. مهما قلنا ومهما عدنا يملقك في الحشر عدنا، لما تنده بالشفاعة السعادة تفوق خيالي. يا رسول الله يا غالي، يا عظيم قدرك وعالي، بالصلاة دايما عليك قلبي يرتاح يصفى بالي، قلبي يرتاح يصفى بالي. انت يا استاذ، اشكر سعادتك. حاجه جميله جدا. طيب بدات الموهبه وابتدت الناس تكتشف الموهبه عندك، ابتدوا يسمعوك، لكن في الفتره دي انت اين اتجهت قراءاتك؟ قريت لمين من شعراء العاميه او الفصحى في التوقيت ده؟ الحقيقه كان اكبر تاثير لدي كانت الاذاعه المصريه. واحنا من الجيل المحظوظ، كانت عندنا القناه الاولى، القناه الثانيه، وبعدين الاذاعه المصريه، واحنا تربينا على ثقافه يعني منظمه. ثقافه الراديو طبعا. الثقافه منظمه يعني بالفعل، مش مشتته زي حاليا الاجيال اللي بقى عندها روافد عديده فكان بالنسبه لي كل ما تبثه الاذاعه المصريه يعني من اشعار ومن خلال البرامج الرسميه اللي بتبثها الاذاعه بشكل واضح. شخص محدد اثر في حياتي لا، لكن مجمل الأدباء والشعراء في هذا العصر الذهبي وفي طفولتي كان له يعني تأثير قوي علي. على سبيل المثال الأغنية، كل من كتب الأغنية يعني لكبار المطربين يركز في وجداني معاني قوية وأحاسيس مرهفة ساعدتني أني أخرج هذه الموهبة الطيبة. ايه اللي لفت نظرك في الإذاعة المصرية في هذا السن المبكر؟ ايه البرامج اللي كنت بتسمعها؟ البرامج الثقافية اللي أثرت فيك في الوقت ده؟ البرامج الثقافية كلها بلا استثناء. يعني البرامج الثقافية كلها بلا استثناء، وكلهم كانوا يعني طبعا البرنامج العظيم اللي كلنا وما زلنا حتى نراجع ونسمعه.
كله ده كان هي حتى الإذاعة كان فيها الناس متخصصين لغة عربية وجمال وإبداع يعني. أنا البحر في أحشائه الدر كامن. ده هي احنا لما كنا محظوظين لأن سمعنا هؤلاء، كان الإعلام فعلا يعني تحت نظر الدولة بجد، ما كانتش انفتحت علينا السماوات بالشكل ده يعني. فده كان هو مؤثر واضح. طيب لما انتهت المرحلة الثانوية ودخلت الجامعة، ايه المؤثرات بقى اللي ابتدت تلفت نظرك؟ هل أضافت الجامعة لثقافتك الشعرية؟ أضافت من عدة نواحي. المرحلة الأولى إن أنا مكتبات الجامعة ده سواء يعني متاحة، الكتب توفرت، لأن مرحلة الثانوية المكتبة كانت إلى حد ما صغيرة. بعد كده أنا تخصصي لغة إنجليزية زي ما حضرتك شفت في التقرير، ده اداني آفاق أوسع، اداني الأدب الإنجليزي بكافة مجالاته يعني سواء شعر أو دراما أو مسرح، بالإضافة إلى وجود الفعاليات الثقافية في الجامعة. الجامعة حضرتك هي المكان أو مصنع تخريج المواهب في كافة المجالات، فكانت الجامعة بالنسبة لي فتحت لي آفاق. أنا كنت أشارك في الجامعة من خلال الأسر والندوات اللي بتقيمها الجامعة، ده اداني قدرة أواجه الجمهور أكتر، برضو اداني احتكاك واداني علاقات كويسة جدا دعمتني. بعد كده جه فيما بعد النشر الورقي. أنت كتبت شعر العامية وكتبت شعر الفصحى، أيهما أقرب إلى قلبك؟ أقرب إلى قلبي بلا تفكير هي اللغة الفصحى. حينما أكتب قصيدة فصحى أظن أني حصلت على كنز أو صناعة مجد عظيم، لأن تتجلى موهبة الشاعر، ومن لم يكتب الفصحى فبه خلل أو ما زال لم يكتمل نضوجه الشعري. من يكتب كل ألوان الشعر وما بيكتبش الفصحى ده عنده لسه. الفصحى فيها علم العروض، فيها النحو، فيها البلاغة، فيها الجمال، فيها القوة، فيها الاعتزاز بالنفس والفلسفة. القصيدة العامية مع خالص التقدير واحترام، أنا كاتب يعني عدد كبير. معظم دواوينك عامية؟ يعني عامية، لكن عندي 4 دواوين فصحى يعني يتعدوا حوالي يمكن 150 قصيدة فصحى، أعتز بهم جدا. طب هتسمعنا إيه منهم؟ هسمع حضرتك قصيدة فصحى اسمها الغني والفقير. الفقر داء والديون مذلة، والصبر مر والفراق عذاب. فلكم بكت من فقرها بشر هنا، ولكم بمال تسعد الألباب. كم من فقير في الحياة بدمعة، كتبت بحزن قصة وكتاب. النفس تمضي في الحياة بدهشة، والدهر يضحك والأمور عجاب. لو جاء موت فالرحيل محتم، ما صد أمرا للمنية باب. فاصنع بحب في القلوب مساكنا، فالبغض دفن والجفاء غياب. كيف النجاة إلى الشطوط بمركب، والريح تعصف والمياه عباب. فاعمل بجهدك تغتني، وبعزة يأتي إليك من الهنا أسباب. يمضي الفقير فيستهان بشأنه، ولأهل مال تفتح الأبواب. من غير مال فالوجوه عداوة، إن تغتني كل الورى أحباب. إن تغتني كل الورى أحباب. ما شاء الله، جميلة. وجودك في الجامعة بيحطك دايما في مجال المقارنة والمنافسة مع زملاء بيكتبوا الشعر زيك. الاشتراك في مسابقات والصراع الثقافي داخل الجامعة المصرية كيف أثرك؟ لم يكن صراعا، كان تنافسا. التنافس ايجابي جدا. نعم يا فندم، انا معتز بكلمات حضرتك. ما احنا مثلا في الكوره بنقول الصراع. الصراع نعم. فكان التنافس ايجابي جدا، ده بيخليك تقرا، تراجع مع النقاد، تسال اساتذتك، تسال من هو اقوى منك في الشعر، بتشوف انا يعني الطرق اللي ممكن اسلكها دعم موهبتي، ايه جوانب الضعف ان انا ممكن اعالجها. فكل ما هو الصراع دائما والتنافس يا محمد بيه دايما بيكون في صالح العمل ما دام نيه الانسان يتعلم. لكن هناك غالبا صراع او تنافس سلبي بيدمر المواهب او يدمر النجاحات. فكانت طبعا المسابقات والتنافسات دي شيء عظيم، يجعلني ان انا ادرس علم العروض، يجعلني اجتهد بتواصلي مع النقاد، لان الناقد هم كل من عمل لي دراسه نقديه انا مدين له يعني، وله علي جميل، لانه النقاد هم المرآة الحقيقيه، وخاصه حينما يكون الناقد مخلص ومتمكن. فالدراسه في الجامعه ادتني مجال من التواصل مع النقاد والتواصل مع الشعراء زملائي، ووضعتني في بيئه ملائمه للنضوج ونضج هذه الموهبه.
اتكلمت في بداية الحلقة وفي المقدمة عن تأثير الأبنودي في شعر العامية المصرية. كيف تأثر أبناء جيلك بهذا الرجل العظيم؟ الأستاذ الأبنودي رحمة الله عليه يعني مرحلة فاصلة في القصيدة العامية والغنائية، مرحلة فاصلة يعني كتبها التاريخ، وده رجل منحه الله وأعطاه ما أعطاه من هذا المكان العظيم. لا أحد يقول إن أنا ما تأثرتش بشكل مباشر أو بغير مباشر بقدر ما بالأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، حتى أنه يعني ما زال كتبه أكثر يعني مبيعا أو قراءة في السوشيال ميديا طبعا. وده دلالة على أن الرجل كان واقعي، لأنه كان واقعي وبسيط. تعمل كمان كتب الفترة دي عن سيرته الذاتية برضو لقت إقبال كبير جدا ويستحق ذلك طبعا. فيعني هو وجود الواقعية لم ينسلخ من جلده، اللي كان دائما يحافظ على اللهجة بتاعته، يحافظ على التراث، وهو يعني كان بالفعل منتمي للصعيد يعني قلبا وقالبا، وانه هو ابن مصر وابن الصعيد بالفعل. فصدقه وصدق ما كتبه خلده، وطالما الكلمة فيها صدق تبقى يعني. صحيح. طب نسمع حاجة بقى باللهجة الصعيدية، حاجة من قصائدك العامية، علشان برضو نفكر الناس شوية بشاعرنا الكبير عبد الرحمن الأبنودي في لهجته وفي أدائه باللغة الصعيدية. شكرا لسعادتك أنك تضعني في مصاف العظماء. الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي يعني عظيم، وحضرتك وضعتنا على هذا. ست هانم، ست هانم انت مين؟ انت بلسم للأنين، ضحكتك في الدنيا بهجة، همسة تطلع من شفايفك تبقى غنوة بألف لهجة، انت ورد الدنيا لينا، أحلى كلمة حب فينا، انت خالة ولا عمة ولا طنط أغلى نينا، يلي أجمل ضحكة حلوة تسعد القلب الحزين، انت أمي وكل روحي، لما طيف الشوك يعدي تجري وتخفف جروحي، انت بستان العطايا بالحنان دايما تفوحي، انت أختي وفرع ظلي وحضن بابا اللي فاضلي، ومهما أحلف 100 يمين انت النص الحلو بتاعي، زوجتي حبيبتي صينة العشرة مكانتي وهبتي، أبقى يتيمي في يوم لا بغبتي، أبقى محروم من المودة، أبقى عطشان للحنين، انت بنتي زنتي، لو تحسي في يوم برد تغزلي قلبك لحافي، لو في مرة الموج بيعلى تسندي ظهري وكتافي، ست هانم انت جرتي، رمز العفة في سمعة حارتي، عشرة عمر وليها سنين، انت زميلتي عمرك يوم عن صح ما ملتي، اهلك هم حبايب عيلتي، هي الدنيا ست وراجل، هي الدنيا بنات وبنين، نص الكون يفضى بغيابك، ده الحنان من خيط ثيابك، يشقى ادم عاش لوحده، يبقى احلى رزق جحده، بيته من غير ست لحده يبقى فكرة أكيد، يبقى فكره أكيد بشوش، لو بحوا يستهين، يكفي إنك رمز شهد يدوب في كاسي، جينا منك ده انت جوفك نبع ساسي، انت أشعار المحبة لما يبقى الكون ده جاسي، انت قمري ونور ضياه طول ما عايش في الحياة، انت تاج فوق الجبين، انت تاج فوق الجبين. الله، جميلة قوي. تحية لكل مرأة مصرية طبعا انت شملتها في القصيدة. عايز اروح معاك لجزئية مهمة جدا، وهي مسألة اللهجة. ربنا حب مصر بلهجة عامية مشهورة على مستوى الوطن العربي وكل الناطقين بالعربية. احنا اللهجة الأكثر انتشارا، لكن اللهجة المصرية جواها عدة لهجات مختلفة، بنلاقي بحري لهجة، القاهرة لهجة، الصعيد لهجة، لكن هم في الآخر بيستخدموا مفردات واحدة. يعني ما بنلاقيش المفردات اللي بتستخدم في الشمال غير اللي في الجنوب، هي واحدة بس اللكنة هي اللي بتختلف، وده يعني بيدي رصانة أكتر في الاستخدام. هل في صعوبة عند كل شاعر في استخدام لهجته أو استخدام اللهجة الأخرى أثناء إن هو بيؤدي الشعر أو بيكتبه؟ اسمح لي يا محمد بيه اخد دقيقه بصفه عامه عن اللهجه، مفهوم اللهجه. انا حضرتك مدرس لغه انجليزيه، واللغه الانجليزيه طبعا وجود في بريطانيا وامريكا، يعني ولايات عديده جدا ومناطق كتير، ففيها اللهجه دي عامله اشكاليه في حد ذاتها، حتى مع من يدرس اللغه الانجليزيه احيانا يجد صعوبه في بعض المناطق فهم بعض اللهجات. فهي يعني اشكاليه اللهجه بصفه عامه دي اشكاليه حول كل اللغات، بصفه خاصه دلوقتي زي ما حضرتك
فضلت اللغه العربيه او في مصر هنا احنا وجود مشترك بيننا، لان مصر تتمتع بقيمه اللغه العربيه، فهو ده الحبل المشترك بيننا. لكن وجود طفيف من اللهجات ما بتعملش فوارق بيننا خالص، وبدليل ان احنا كلنا في مصر بنتفاهم بشكل قوي جدا، سواء ابن الصعيد بالنوبه بحري جبلي، كله ده لان وجود خط مشترك بيننا هي اللغه العربيه قويه. لكن كشاعر انا بالفعل اجد بعض، وأرى زملائي كذلك يعني يجد هناك بعض التدقيق. حينما أكتب القصيدة العامية أحترس من هذه المفردات، حينما أكتب الأغنية، لما أكتب أغنية بعرف أنها تنتشر أكثر، فبكون حريص أن أنا أخفف الكلمات بحيث يفهمها البحري والجبلي والشرقي والغربي. لكن إحنا مصر يعني في حبال كبيرة مننا مشتركة في اللغة العامية بتاعتنا، فليس هناك ما يسبب أي ارتباك في الأمر. تمام. عايزين بقى نسمع قصيدة حاجة متعلقة بالمجتمع، علاقات الإنسان بأصحابه. كتبت إيه في هذا الإطار؟ كتبت قصيدة اسمها الندل، تتكلم عن الصديق أو الإنسان اللي ممكن يكبر أو ربنا يديله وينسى جذوره طيبة، أو ينسى يعني تاريخه، ينسى أصحابه يعني كده. فباسمها الندل بتقول: الندل لما اغتنى جاب له 5 جلاليب، الندل لما اغتنى جاب له 5 جلاليب، مغرور بكلمة أنا ولسانه كالخلاليب، متبري كمان من الأهل، لا مقدر صغير ولا كهل، ولا قدر صغير ولا كهل، يا ناس ناسي يا ناس من الجهل لما كان من المساليب، الندل لما اغتنى جاب له 5 جلاليب، الندل لما اغتنى شخل فلوس الجيب، شيب قطع حبال الوصل، لا ليه كتاب ولا فصل، ودايما قليل الأصل، لا يخشى ملام ولا عيب، الندل لما اغتنى شخلا فلوس الجيب، الندل لما اغتنى أصبح طاووس مطاط، متباهي بكلمة أنا وفي بطن الكلام نطاط، في السكة ماشي مشوم فارد جناح ومحوم، كان في الجراية مبوم من القرش صار رطاط، الندل لما اغتنى أصبح طاووس مطاط، الندل لما اغتنى منع البشر من خيره، متفاخر بكلمة أنا ولا قدر في يوم غيره، جب قرش تكس يضرب قصادنا تلكس، ماشي طريق العكس غير خطوط سيره، الندل لما اغتنى منع البشر من خيره، الندل لما اغتنى جبل الحمار خلخال، دايما يقول لك أنا لا فيه عموم ولا خال، جبله عباية صوف بالكذب البعيد موصوف، أبوه ما كان منصوف ولا جاب في يوم من خال، الندل لما اغتنى جاب للحمار خلخال، الندل لما اغتنى على الأهل صار جافي، يقول ما فيش غير أنا والفضل الجميع نافي، لجل البيوت وجنيه عايز تقول له يا بيه، ماله بينسى ليه أبوه اللي كان حافي، الندل لما اغتنى على الأهل صار جافي، على الأهل صار جافي. قوية برضه. حلو. هو الإنسان مش حلو. عيب يبقى بسيط، حياته بسيطة، بس يصون النعمة دي. المشكلة أو الإشكالية في القصيدة بتتكلم على إنه بقى في مكانه ونسي الود بين الأهل، نسي إنه كان فقير، نسي إنه كان متواضع. ده يعني لا، الإنسان كلما علي المفروض يتواطى بالتواضع. صح. هذه مضمون هذا الأمر. عايز برضو عشان كنوع من التنويع يعني في عرض إمكانياتك على السادة المشاهدين، أنت كتبت شعر حلمنتيشي وكتبت واو. أيوه. عايزين برضو يعني نسمع حاجة كده من فن الواو ومن فن الشعر الحلمنتيشي. حضرتك فن الواو ده يعني فن صعيدي أصيل طبعا. أصيل جدا، مشهور جدا في الصعيد عندنا، وليه جمهور كبير يعني. أنا لي الحمد لله يعني ديوانين في الواو. يعني يتعدوا يمكن أكثر من 600 مربع. فبتقول: الطاهرة مريم أم المسيح، الطاهرة مريم أم المسيح، وموسى شق البحور بعصاه، ربك بفضله في ملكه الفسيح، فاتح ببانه لتايب عصاه. الله. الطاهرة مريم أم المسيح، وموسى شق البحور بعصاه، ربك بفضله في ملكه الفسيح، فاتح ببانه لتايب عصاه. الجسم راجع ترابيه، وتزرع حصادك بإيدك، ابنك بحكمة ترابيه، أيوة. ابنك بحكمة ترابيه، عمره ما يرضى يكيدك. لما حظك جه مايل، لما حظك جمايل، جيتي بلهفة تترجي فينا،
ربك وجابها لك جمايل، فبلاش بصوتك ترجفينا. من بعيد شاور لغاني وقبلت عذره وعتابه، ومن قيمة صحابه لغاني وحرمني من دخلة عتابه. خيرك هينفع حفيدك وتطرح جناين غصونه، وابنك في كتفك يفيدك ما دمت بحلالك تصونه. الله الله الله. جزء من فن الواو طبعا. فن الواو جميل جدا، ورسالة قصيرة لكنها تصل إلى القلوب وفيه إمتاع، لأنه يحتوي على بلاغة لغوية عظيمة. وهو لون من ألوان البلاغة اللي هو الجناس الناقص أو الجناس التام في اللغة. وهو يحتاج إلى تركيز شديد، وقد يكون المربع يجهد ذهني أو ذهن أصدقاء الشعراء طبعا عشان تعمل الأوزان وتعمل النهايات قريبة، وفي نفس الوقت تدي معنى فلسفي وحكمة من خلال المربع. مسألة صعبة جدا. بالفعل كما حضرتك لأن كل ما الرسالة كانت قصيرة كل ما كانت أصعب. كما حضرتك تفضلت، هو فن الواو في خلال المربع يحمل رسالة قصيرة بالفعل، مركز جدا يعني. صحيح. هنسمع برضو حاجة حلمنتيشي ولا ما ولا مش حافظ؟ لا أنا عندي طبعا لو الوقت يسمح. احنا حضرتك عندنا قصيدة اسمها هناء علاء وهناء حلمنتيشي، وعندنا عمي تاني. لو حضرتك انا متاح لنا كام من الوقت؟ 3 احنا يعني قربنا نخلص وقتنا، فعايزين نسمع حاجه واحده. علاء ماشي، يبقى نسمع هنا حضرتك عمي ما دام الوقت. ماشي. قصيده اسمها اديني حنانك. بتناقش قضيه مجتمعيه، بتقول اديني حنانك اديني على فرحة بيتنا وساعديني، وتعالي حبيبتي نتصالح وانا عندك ليه وتعنديني. عطشان للوش المفروض والصوت الناعم في ردود، وفي لحظة غضبي يا حبيبتي مشتاق للضحكة تهديني. لو قلبك حس في يوم غيرة مشغول انا عنك وفي حيرة، او شفت حمامة بتندهلي، او مرة جرحتك من جهلي، او شفت الموجة واخداني بدلالك انت وشديني. اديني حنانك اديني. مطبخ وغسيل مش هيفيدك، والتوم الفايح من ايدك، والبوز الملوي والبوز ملوي شبرين، واشربك اسود حبرين. انا نفسي في يوم القاكي رايقه وبكلمه رقيقه توديني، متغاظ على الاخر ومولع. لما نفسي معاكي اتدلع انا اجي اطلب كده بوسه، فبلاش تحكي لي عن الكوسه وتقولي خلاص احنا كبرنا، وبكل غلاسة تصديني. اديني حنانك اديني على لقمة عيشي ومشاغلي، زهقان ومروح انا بغلي، ويا دوب من لحظة وانا راجع، فبلاش تحكي لي في مواجع. وسيبيني اخد كده نفسي واستنى عليا وغديني. في اللبسك فين ومع الريحة، ليه عايشة بنفس التشريحة. نفسي اشوف الموضة في شكلك، نفسي الاقي الفن في اكلك، ده الوردة الحلوة بتتجدد على شط جمالك وديني. اديني حنانك اديني. الله الله الله. قصيدة طويلة لكن يعني احنا نختصر نظر المعاني اللي كل الناس بتقولها كل يوم في البيوت يعني. لولا ضيق الوقت لكنا اكملنا يعني. الحمد لله. لكن هي موجودة على السوشيال ميديا على الصفحة. رغم ضيق الوقت لكن احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، وكنا نتمنى طبعا نسمع كل القصائد، لان انت عندك انتاج غزير يعني بيتعدى 20 ديوان ما بين شعر العامية والفصحى. انا فعلا عندي 29 ديوان. فاحنا سعدنا بيك جدا، ونتمنى ان انت تكون معانا في مرات اخرى، لكن احنا عارفين طبعا انت جاي في زيارة القاهرة عشان معرض الكتاب. يعني تستمتع بالمعرض ان شاء الله وكل الساده المشاهدين. انا بشكر حضرتك الشاعر راضي الطهطاوي، كان ضيفنا النهارده وامتعنا باشعاره وبلهجته الصعيديه اللي بتمتع كل المصريين. كل الشكر والتقدير لحضرتك، ونشوفك على خير دايما يعني. شكرا محمد بيه، شكرا لفريق عمل البرنامج والاستاذ حسام، وشكرا للقناه الثالثه، وشكرا لكل الساده المشاهدين. بشكر حضرتك وبشكر زملائي فريق العمل في استوديو 32، والشكر موصول لمتابعة حضراتكم. إن شاء الله غدا فريق عمل جديد وحلقة جديدة من برنامج بالريشة والقلم.